السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء الخير، صباح الخير، على حسب التوقيت اللي بتشوفوا فيه الفيديو. متابعين هبة الله، هنبدأ كلامنا بالصلاة على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. أخباركم إيه؟ عاملين إيه؟ يا رب تكونوا في خير وهنا وسعادة ورشاقة دائما يا رب. أدوية التخسيس، رسائل بتجيلنا، يعني أنا بجد ببقى حزينة ان احنا بعد ما اتكلمنا سنين وعمالين يوميا نتكلم نقول يا جماعه بلاش ادويه التخسيس، يا جماعه بلاش ادويه التخسيس. ليه؟ ايه المشكله يعني ان احنا ناخد دواء يساعدنا لحد ما نخس؟ طيب، هل الاول انزل اعملي لايك للفيديو واعملي اشتراك للقناه عشان احنا هنتخانق في الفيديو دلوقتي. ازاي احنا لسه مقتنعين او تفكيرنا بيودينا ان ممكن اخد برشامه او حد يضحك عليا يقول لي تعالي، تبقي قاعده كده تتصفحي على الفيسبوك ماسكه الموبايل. طبعا انت خلاص خدتي قرار، انا هعمل دايت، انا وزني كبير ومش قادره عايزه اخس، بس انا بدور على حل اخس وانا باكل. محدش بقى يقول لي امنعي كذا وامنعي كذا وامنعي كذا. رقم واحد، بنلجأ الاول للتليفونات، السوشيال ميديا بقى والفيسبوك. صفحة فلانة وفلانة وفلانة هخسسك 50 كيلو في اسبوع بالبرشامة الفلانية. هل ده يعقل؟ طيب بالله عليكم، لو الكلام ده حقيقي ما كانش حد غلب، ما كانش في ناس وصلت نفسها لدرجة انهم بقى يروحوا يعملوا عمليات يقطعوا في معدتهم ويدفعوا الافات، وفيه ناس ماتت بالفعل. ما كانوا خدوا بقى البرشامة دي وخلاص. قابلني كم ناس قالوا لي على الكورسات اللي بتيجي على الفيسبوك دي، واحنا خدنا الكورس الفلاني، ويا جماعه بارقام والله العظيم، الكورس الفلاني ب5000 جنيه هيمشيكي شهر، برشام ونقط واعشاب. طبعا اللي بيسمعوني فاهمين الكلام ده، واللي وقعوا في النصبايه دي فاهمين الكلام ده. طيب ايه الاخبار؟ خلصتي البرشام دفعتي فيه 5000 جنيه، وللاسف بعد ما دفعت الفلوس ومشيت عليه شهر، طبعا هي في الاول بتفضل تقول لها هتابعك ومش هتعملي رجيم، مش هتعملي رجيم خالص. ايه ده؟ طبعا الكلام حاجه حلوه قوي بجد. يعني انا هخس 50 كيلو في شهر، هدفع بس يعني ما انتش هتحرميني من حاجه. مش هقوم اعمل رياضه، لا عايزاكي تعملي رياضه ولا هخليكي تعملي رجيم، وهنتابعك يوميا. طبعا مجرد ما الفلوس بتتحول ليهم، الكورس بيجي فعلا بالفعل، كورس العلاج بيجي فعلا وبتبدأ تاخده. ممكن يردوا عليها مرة، وممكن الكلام ده انا بقوله والله من خلال ناس حكتهولي كده بالحرف، ولا فيه اهتمام ولا فيه نيلة ولا طبعا هي بتتكلم وهي زعلانة على الفلوس بتاعتها. وبعدين خلاص انا كده بقى اشتريت الكورس، امشي فيه مع نفسي. مشيتي فيه مع نفسك، خسيتي، حلفت بالله خلصت الكورس في 40 يوم، شهر و10 ايام، ابو 5000 جنيه. نزلت 2 كيلو، يعني شويه ميه نزلت 2 كيلو. انتوا متخيلين تدفعي 5000 جنيه عشان 2 كيلو نزلك ميه؟ ليه لسه احنا بنعمل في نفسنا كده؟ ليه؟ مفيش اي حاجه في الدنيا هتخسسك الا اذا ظبطتي اكلك وسعراتك وحركتك وشرب الميه، الا وهو الاسلوب الحياه الصحيه. نرجع للطبيعه اللي ربنا خلقنا عليها. الطبيعه اللي هي ربنا خلق لنا القمح بقشرته بجماله وبحلاوته. للاسف بقى يطوروا فيه ويعملوا فينو، لكن لو كلت العيش الاسمر مش هتتخاني، الفينو هتتخاني، المكرونه هتتخاني. طب الرز مش هتتخاني قوي، قوه تاثيره في التخسيس في التخن وزياده الوزن مش قوي. ليه؟ لان الرز طبيعي، جاي من تحت الارض، مزروع طبيعي رباني. اما المكرونه مصنعه. مفيش حاجه اسمها ادويه تخسيس.
مفيش حاجه اسمها برشامه هتنزل لي الدهون اللي في الوجبه، الاورلستات وما يشابه. انا مش عايزه اقول اسماء، والله ممكن حد بيسمع الفيديو بتاعي ويلقط الاسم اللي انا بقوله وهيروحوا يجيبوه. للاسف انا بقول على اللي بيحصل. البرشامه الفلانيه انا باخدها وباكل مقليات تقوم منزله لي دهون، ما تقوليش بقى والله العظيم بنسمع. والمصيبه ان اللي بتقول الكلام ده دكتوره. تخيلوا انا باخد نوع برشام مجرد ما اكل حاجه مقليه او نطلع ناكل بره، يا على الدهون اللي بينزلها. دهون ايه عشان عمل لك اسهال اعافاكم الله يبقى بينزل دهون؟ المصيبه ان اللي بتقولي الكلام ده دكتوره. والله العظيم بزعل قوي يعني، معلش يعني لو حد على نياته او ما عندهاش من التعليم ما يكفي وقالت الكلام ده هنعذرها، لكن دكتوره قد الدنيا وعايشه خارج مصر وتقوم قايله الكلام ده. احنا بنضحك على نفسنا ولا بنضحك على عقلنا ولا بنشتغل نفسنا ولا بنشتغل على نفسنا؟ اشتغلوا على نفسكم يا جماعه. مفيش حاجه اسمها ادويه تخسيس. في انواع ادويه تخسيس بتشتغل على المخ، كانت موجوده زمان ورفضت من وزاره الصحه لانها تسببت في وفاه بعض الناس. اتسببت في وفاه ناس كتير جدا. ليه بقى؟ عشان عملت لهم هبوط في الدوره الدمويه. البرشام ده منع وانا عارفه اسمه ومش هقول اسمه. البرشام ده بيعتمد على انه يوقف، خدوا بالكم ممكن يكون حاليا وزاره الصحه وقفته ولكن بيتعمل تحت السلم. تاخده من هنا وتبص تلاقي نفسها عندها نفسها مقفوله تماما من الاكل، ويا سلام انت فرحانه قوي، فرحانه. الخلايا بتاعت المخ اللي هو ربنا خلقها لنا كده حضرتك وقفتيها ببرشامه. انهي منطق اللي يقول الكلام ده؟ الخلايا بتاعت المخ اللي ممشيه جسمنا كلنا، الخلايا اللي بتديكي اشاره انك جعانه وبتديكي اشاره وانت بتاكلي انك شبعتي، وقفتيها ببرشامه. انتوا متخيلين احنا ممكن نوصل لحد فين؟ امراض نفسيه بقى، امراض عصبيه، امراض كلى، امراض قلب، زي ما تقولي قولي بقى. بنلعب ليه في الحاجه اللي هو ربنا خلقها لنا كده؟ كل ده عشان مش عارفين نحكم نفسنا في الاكل. كل ده عشان شهوه الاكل مسيطره علينا بالطريقه دي. ازاي؟ طيب سؤال، انا يعني بجد سؤال ونفسي اللي بيسمعوا الفيديو يردوا عليا. انت بتخسي عشان تكسبي صحتك ولا بتخسي عشان تدمري صحتك؟ هتردي عليا تقولي لي لا طبعا انا عايزه اكسب صحتي. طيب حضرتك لو مش قادره تسيطري على نفسك من ناحيه الاكل ما تاخديش ادويه تخسيس، لانك لو خسيتي بادويه التخسيس مش هتلاقي صحتك اصلا. قصه بقى عمليات التكميم وعمليات السمنه دي عايزه فيديو لوحدها. انا الفيديو ده انا بتكلم عن ادويه التخسيس. مفيش حاجه اسمها ادويه تخسيس بتخسسك وانت عماله تاكلي ليل ونهار. مفيش حاجه اسمها ادويه تخسيس توقف لك خلايا المخ اللي هو ربنا خلقها لنا، تدينا اشاره وقت الجوع وتدينا اشاره وقت الشبع واحنا نروح نوقفها. ولو وقفتها لك وقعدت اليوم كله ما انتش جعانه وفرحانه وخسيتي بالفعل، ما انت مش هتاكلي، هتفضلي ماشيه عليها لحد امتى؟ هتقدري عليها ماديا لحد امتى؟ طب ما سالتيش نفسك بعد ما توقفيها؟ اقول لكم انا اللي راحت جابتها قالت مشيت عليها 3 شهور انا اتخرب بيتي في ثمنها لانها غاليه جدا. جميل. وبعد ال3 شهور انا خسيت 30 كيلو، ما كنتش باكل. جميل قوي. دلوقتي هي بتكلمني، طب انت بتكلميني يعني انت بعد ذلك ان وصلتي بتكلميني؟ قالت لي ما انت مش عارفه اللي حصل، انا مش هفضل ماشيه عليها العمر كله. وقفتها والله العظيم، قالت بهذا اللفظ. انا لما وقفتها لو كنت طايله اكل حيطان البيت كنت كلتها. لو كنت طايله ده كان ناقص جوزي ياخد العيال ويسيب لي البيت ويمشي. اي حاجه قدامي باكلها، جعانه مش جعانه. انا بقول لك انا كان هين عليا اكل عيال. انا جوزي بقى خاف مني. انا بقيتش عارفه انا بعمل كده ليه. الخلايا اللي وقفت ببرشامه وقفتيها، اقدري على اللي هيحصل بقى بعد كده. قالت ال 30 كيلو اللي انا خسيتهم في 3 شهور
بلا انا مش يعني انا بتكلم حقيقي. انا طلعتهم في 15 يوم ازاي معرفش. انا كنت باكل بشراهه. انا خلاص انا كان فاضل لي هاكل. شوفي لي حل. انا بكلمك يا هبه، كلمتني يا جماعه تليفونيا وحكيت لي الكلام ده وانا مصدقاها. للاسف احنا ليه بنعمل في نفسنا كده؟ ليه بنعمل في نفسنا كده؟ ادي يا جماعه ادويه التخسيس. ادويه التخسيس هتوصلك ربنا يحفظكم لفشل كلوي، هتوصلك لفشل كبدي. هي دي ادويه التخسيس. اخيرا مفيش حاجه هتخسسك الا قفلتي ده. اقفليه هتخسي، اقفليه هتخسي. ومش معنى بقول لك اقفليه انك اقعدي طول اليوم من غير اكل. اعرفي انت بتاكلي ايه وبتاكليه امتى ونوعيه الاكل اللي بتاكليها، وحاولي اغلب الوقت بين الوجبات التلقيط لا ما تلقطيش. فطرتي اقفلي، اتغديتي اقفلي، اتعشيتي اقفلي لتاني يوم. اتحركي، اشربي ميه، ظبطي نومك، رجعي للطبيعه اللي ربنا خلقنا عليها. بلاش الفينو، بلاش المعجنات، بلاش الدقيق الابيض. ارجعي للطبيعه اللي هو ربنا خلقنا عليها. بلاش الافتكاسات بتاعه الانسان. الفينو ده افتكاسات من الانسان، المكرونه دي افتكاسات من الانسان. فارجعي للفاكهه. الحلويات دي افتكاسات من الانسان، المقليات دي افتكاسات من الانسان. انا لو هتكلم في الموضوع انا عايزه 10 فيديوهات عشان اتكلم فيه. انا بزعل قوي بجد، ما زلت لسه بزعل لما حد يدخل يقول لي اكتبي حاجه تساعدني. وبيعجبني قوي عشان نقول ده ونقول ده لما الاقي واحده تقول انا عايزه اتابع معاكي يا هبه انت وكابتن لوكا، بس بالله عليكي اوعي تديني ادويه. ده انا ببقى هاين عليا. بصي الله العظيم بتبقى بتكلمني كده لو والله يا حبيبتي عايزه اخدك في حضني. انت باشا. ده انت لو انت اما تقربي مننا هتلاقيني. ده انا ببقى اللي بتدخل تكلمني على ادويه التخسيس دي وتحكي لي، انا بسمعها الاول وببقى تقول لي اعملي فيها اللي انت عايزاه، اللي انت عايزاه اعملي فيا. يا رب يكون الفيديو عجبكم. معلش انا طولت معاكم الفيديو. يا رب الفيديو عجبكم. اتمنى لو عجبكم تعملوا لايك وتعملوا اشتراك للقناه. تحياتي هبه الله، واشوفكم على خير في الفيديو القادم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.